بعيد عن الكنافة والقطايف، تعالوا نعمل مع بعض النهاردة حاجتين أنا شايفة إنهم حلوين من كل حاجة. أولا طعمهم تحفة، ثانيا بياخدوا أقل من 10 دقايق في شغلهم، ثالثا مليانين عناصر غذائية مفيدة. تقدروا تقدموهم بكل فخر لأي ضيف أو كمان تقدموهم هدية لحد. المكونين عندي هما سوداني وتمر، دول المكونين الأساسيين. ده جبته سوداني بيبقى متقشر ومتحمص، بتشتروه جاهز من بره، بيبقى هو جاهز كده موجود في اي ماركت. بديله طحنه كده في الكبه زي ما انتم شايفين على نبضات، يعني علشان ما يتحولش عندي زبده فول سوداني. بعد كده ده بيبقى القوام المناسب للحاجه بتاعتي، بتبقى مش ناعمه جدا جدا ومش خشنه. بعد كده جبت عندي التمر، قسمته بالنص وخلصت الكميه كلها، طلعت البذر بتاعه. وبعد كده نفس الفكره، هتحطوه في الكبه وتفرموه. لو التمر عندكم طري هيتفرم بسهوله، لو ناشف انقعوه من قبلها بنص ساعه وبعد كده افرموه. ولو عصلك معاكم كده وانتوا بتفرموه حطوا له معلقتين ميه. وممكن برضو تطروه بالميه وتعجنوه على ايديكم، هيتعجن ويتفرم زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده حطيت التمر عندي على الفول السوداني او العكس، يعني ممكن ده على ده، او تاخدوا الفول السوداني على التمر علشان اللحوسه اللي بتبقى موجوده في الطبق دي. اللحوسه دي انا مش بسيبها ابدا. حطيت شويه من الفول السوداني عليها وخدتهم كده كلهم لغايه لما انضف الكبه، بتسهل تنظيف الكبه. وكمان الطبق نفس الفكره، وفي نفس الوقت ابقى اخدت كل حاجه منها. بعجنهم كويس قوي مع بعض لغايه لما يديني القوام المتماسك اللي انتوا شايفينه ده. بالشكل ده اكورها كده تتكور. قسمتهم على 2. اخدت بقى الجزء الاولاني ده باخد منه قطعة قطعة كده وابتدي اكورها. القطعة تقريبا بتبقى حوالي 25 جرام. ده بيبقى الحجم المناسب ليها. يعني حاولوا ما تبقاش اكبر من كده بكتير، 25 جرام 30 جرام، او على حسب نظرتكم كده، يعني اكيد مش كل الناس هتوزن. فعلى حسب نظرتكم كده تبتدوا تكوروهم كور متساويه. الجزء التاني حطيت عليه كاكاو وابتديت اعجنه كويس قوي لحد لما الكاكاو يندمج مع كل الخليط بتاعي. وبرده نفس الفكره هكورهم كده كلهم كور كور. بعد ما خلصت الكميه كلها ابتدي اروح للشوكولاته. الشوكولاته انا بعمل تركيه كده بتوفر عليها وفي نفس الوقت بتخلي الطعم تحفه. باخد نوع غالي او النوع انا بحبه طعمه حلو، واخلط معاه نوع تاني من الشوكولاته الخام اللي بيبقى سعرها حلو واقتصادي كده. وبعد كده اخلطهم مع بعض. بخلطهم ازاي؟ بحط ميه سخنه بتغلي من تحت، وبعد كده بحط عليها الطبق اللي انا حاطه فيه الشوكولاته وابتدي اسيح فيهم لغايه لما تسيح. بحب احط عليهم كده حوالي معلقه او معلقتين من الزيت، بتدي لمعه جميله وتخلي انسيابيه حلوه قوي للشوكولاته. عندي جربوها هتعجبكم جدا بالشكل ده. بعد كده اروح اخد شويه من السوداني، ممكن تكسروه بالسكينه زي ما انا بعمله كده عشان يبقى قطع صغيره صغيره، وممكن تفرموه فرمه خشنه في الكبه. خدت الكميه عندي وحطيتها على الشوكولاته. الكميه بتاعتي النهارده استخدمت حوالي 100 جرام من الشوكولاته. والفول السوداني ده على حسب رغبتكم كده، شويه صغيرين كده، مثلا حوالي معلقتين او 3 من الفول السوداني وتقطعوهم. غمستها كده في الشوكولاته زي ما انتم شايفين، وبشيل كل الزيادات وبعد كده بحطها على ورقه زبده. وهنا الباقي عندي من الشوكولاته، لو اتبقى عندكم حاجه من الخليط دي بقى لوحدها تقدروا تعملوها ديزرت من البدايه بالشكل ده. يعني حلوه جدا الزياده كده، انا نزلتها عندي على ورقه زبده. ده في وصفه كامله بتتعمل عباره عن بس انك تسيحوا شوكولاته وتحطوا فيها فول سوداني وتصبعوها زي ما انتم شايفين كده. انا عملتها شكل دايره، هشيلها في التلاجة عندي واسيبها نص ساعه. بعد نص ساعه كان خلاص كده الشوكولاته اللي من بره جمدت وبقت شكلها قمر زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تحطوها في اي علبه تقديم عندكم، في اي بوكس بلاستيك، اي حاجه. ودي التانية شايفين شكلها حلو جدا متماسكه وجميله جدا. دي كانت الزياده منها، الزياده من الشوكولاته. عايزه اقول لكم بقى تشربوها جنب مشروب سخن يعني او بارد زي ما تحبوا. هي تحليه حلوه جدا، طعمها حلو كمان، صحيه، مليانه عناصر غذائيه مفيده، سريعه، وما بتاخدش اي وقت نهائي. جميله بكل المقاييس من كل حاجه. حلوين جدا جدا. لو عجبتكم الوصفة دي وأول مرة تشوفوني اعملوا سبسكرايب للقناة علشان تشوفوا كل الوصفات اللي جاية، ولايك وشير للفيديو ده. ولو انتم منوريني من قبل كده أنا مبسوطة جدا بوجودكم، وببقى فرحانة جدا جدا بكل تعليق حلو بتكتبوهولي. شكرا واشوفكم في حلقة جديدة. باي.